طبعا يا جماعه انتوا يعني ايه، انا بس تعقيبي بس على مباراه الاهلي وانتر ميامي، يعني ان شاء الله باذن الله ما اطولش عليكم يعني في الحلقه. انت عزيزي الاهلاوي، طبعا هي المباراه اصلا، والمباراه كاس العالم بتتلعب في ظروف مش احسن حاجه، والتوقيت بتاعها طبعا ما بيبقاش احسن حاجه. فانت تعالى معايا كده، تتخيل حضرتك انت كراجل اهلاوي بقى قاعد مستني بالليل، طبعا انت وراك شغلك ومراك مصالحك الصبح ومراك دنيتك، ويعني وخلاص، وانت قاعد بقى بتسقط كده، طب انا يا رب مستني النادي الاهلي هشوفه في كاس العالم وافتتاحيه وكمان وزي الفل وتمام والدنيا حلوه. وفجأة بقدرة قادر كده انت خدت الكشاف في وشك، يعني انت مستني حاجة وفي الاخر خدت الكشاف. يعني انا بس ايه، يعني انا عايز اسأل لعيبة النادي الاهلي ايه ده؟ معلش هنقف مع بعض شوية، بس ايه العك ده؟ ما تسيبنيش شغلي، انت ما تسيبنيش شغلي وما تسيبني مصالحي وتمام. انا عايز اشوف كرة حلوة، فين بقى حضرتك؟ وريني الكرة الحلوة اللي انا عايز اشوفها حضرتك. مفيش طبعا. يعني انت ادائك بسم الله، انا اقول لك على حاجة، اسهل فريق في المجموعة من اللي احنا شفناها، اسهل فريق في المجموعة انتر ميامي. انا من وجهه نظري، يعني انا من وجهه نظري قسما بالله انا كنت شايف ان انتر ميامي يعني نادي عواجيز حرفيا. سواريز، ميسي طبعا، بوسكاتس، مش عارف، يعني اقسم بالله ناس مشطبه كوره. انا بس اللي كنت شايف وجهه النظر دي، غيري ما كانش شايف كده، غيري كان بيقول لك ان انتر ميامي هينزل النادي الاهلي هيعملوا كفته، هيعملوا عجينه، هيعملوا. انا ما شفتش ده، بل بالعكس شايف النادي الاهلي قسما بالله العظيم واخد المباراه زي ما هو عايز، اسهل فرقه فعلا في المجموعه. بالميراس والفريق التاني اللي هو بورتو، طبعا اقسم بالله العظيم هم دول هيبقوا اصعب فرقتين في المجموعه، وانا بقول لك اهو والله العظيم، وهفكرك اقسم بالله يبقوا اتقل فرقتين في المجموعه. فانت استحاله طبعا هتجيلك مباراه زي دي من اللي احنا شفناه، قسما بالله اسهل فرقه فعلا في المجموعه، وكنت قادر تاخد الثلاث نقط النهارده. ولكن طبعا رعونه اللعيبه ورعونه لعيبه النادي الاهلي ان هم ما بيعرفوش طبعا قدام ال 18 ينهوا بالطريقه الصحيحه، هي دي اللي موديه اللعيبه في 60 داهيه. والله العظيم اقسم بالله الواحد قرفان، يعني معلش، انا هجيب لك، يعني انا ايه في اسهل من كده؟ احنا بنشوف كميه فرص قسما بالله والله العظيم، يعني استحاله تضيع واستحاله تجيلك فرص زي دي تاني، فخلاص انت ما كنتش تاني يا قلبي، ما خلاص مش هتجيلك تاني الفرص دي. بنشوف وسام ابو علي بيضيع قدام المباراه، بنشوف امام عاشور بيضيع قدام المباراه، بنشوف حمدي فتحي بيضيع. ايه يا جدعان، ايه كميه الفرص دي والتضييع ده كله ده؟ مش كده، مش كده. وطبعا برضو سؤالي برضو عندي برضو ايه، تريزيجيه، عم تريزيجيه، ايه يا عم احنا شفناك امتى بتشوط ضربات جزاء؟ معلش انت طلقطه، يعني انت جات لك ضربه جزاء خلاص، انا شفت اللعيبه بتتخانق على ضربات الجزاء. ما انت عندك زيزو اهو بسم الله ما شاء الله، هداف التاريخي للنادي الزمالك بضربات الجزاء، سايب جوهره زي دي وراح تشوط. وسام ابو علي اللي بسم الله ما شاء الله رجليه طرش. ومين يا جماعه اللي مسؤول عن يعني تنفيذ ضربات الجزاء في النادي الاهلي؟ لازم يا جماعه تشوفوا الموضوع ده وتشوفوا ضربات الجزاء دي مش اي حد يسددها فعلا. الله يمسيه بالخير علي معلول، هو مصمم ضربات الجزاء، فخلاص اوريدي احنا ما بنشوفش، ما نجيش بقى في مباراه وحدث زي ده الاقي اللعيبه كلها بتتخانق على ضربات الجزاء. فانت خلاص يا تريزيجيه انت شيل نفسك من موضوع ضربات الجزاء ده، لان انا اصلا ما شفتكش قبل كده اصلا بتشوط ضربات جزاء، يبقى بناء على ايه تخش تصدق؟ حسين الشحات هقف يا عم، يا عم قسما بالله يا جماعه، يا جماعه اقسم بالله العظيم انا محروق دمي من حسين الشحات قوي. يا عم حسين الشحات، انت ايه رايح خلاص دخلت ال 18 عايز ايه تاني؟ انت يا باشا 4-2، 4 من النادي الاهلي جوه ال 18 مع 2 من انتر ميامي، يعني خلاص انت يا حسين الشحات قدامك 4، ما عجبكش واحد من الاربعه؟ انت الواد الفلقه يعني، انت الفلقه اللي في الموضوع كله. ما لا طبعا 4 يا عم ايه، لا بس ازاي بقى؟ لا ده انا بلعب كاس عالم والدنيا حلوه، انا لازم اخد اللقطه. انت جايب لي في اخر دقيقه ولا في اخر دقيقتين؟ لا انا هجيب الجون ده، انا اخش بيه التاريخ، انا اخد اللقطه. يا باشا الكرة جماعية يا باشا، والعب عادي، اهم حاجة الفريق يكسب وياخد الثلاث نقط ويصعد المجموعة ويبقى اول المجموعة. انت ايه يا عم، ما تركز يا عم حسين الشحات، في ايه القرف ده؟ اقسم بالله والله العظيم نجوم المباراة حرفيا محمد الشناوي، يجي بعدين مروان عطية، انسى. مروان عطية اقسم بالله ادى مباراة النهارده من اروع المباريات اللي قدمها مروان عطية في افتكاك، يعني افتكاكه مع الكور مع ميسي، اقسم بالله العظيم حرفيا كان حاطط ميسي في جيبه بمعنى الكلمة. ما شفناش ميسي قسما بالله يا جدعان، ولا شفنا الناس دي. خلاص يا جماعه كده ان شاء الله كنا نهينا الحلقه، وبجد حلقه اقسم بالله العظيم انا ما كنتش عايز اعملها بالعصبيه اللي الواحد فيها والقرف اللي الواحد فيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. والله العظيم الناس سايبه شغلها وسايبه وسهرانه عشان تشوف كوره جميله، ولكن ما اجيش في الاخر اشوف يعني عك كور زي ده، اقسم بالله. وده فعلا حك، حرفيا حك. السلام عليكم يا جماعه.